ال1000 مشترك وال4000 ساعة، أنا عارف إن أنت تقريبًا اتفرّجت لهم على مليون فيديو، أنا عارف والله أنا عارف اللي أنت بتمُر بيه، أنا عايز بس أورّيك دليل قبل ما ابتدي أدّيك نصايح، ممكن بعد إذنك تصبر بس معايا دقيقتين نشوف دليل بسيط؟ تمام. بُص حضرتك، القناة اللي قدّامك دي أنتم معايا فيها سلِّمة، سلِّمة، يعني القناة دي أنتم معايا فيها من البداية، يعني أنتم ماشيين معايا الطريق خطوة، خطوة فيها. إحنا جِبنا فيها كام يا باشا؟ 4600 ساعة. 4600 ساعة، ولعلمك ده في آخر 90 يوم بس، أنا لو قُلت له في آخر، عشان أنا القناة دي عاملها من 4 شهور، فبالتالي هاقول له 365 يوم، بس هي معمولة من 4 شهور بالضبط. بُص إحنا جايبين كام ساعة يا باشا؟ 4800. طيب آآ محمد، يعني أنت جِبت 4800 ساعة في قناة جديدة، وعدّينا ال1000 مشترك، اللهم لك الحمد، ب2337 مشترك. تمام أوي، أوي، أوي. يعني دي قناة جديدة مش زي ما ناس بيقولوا. في ناس بيقول لك عشان تجيب ال4000 ساعة ده مستحيل، حاجة غريبة وحاجة مستحيلة. أهو جِبنا 4600 وعدّينا ال1000 مشترك بحبّة. تمام، يعني الموضوع مش مستحيل، ولا الموضوع بياخد سنين، ولا الموضوع بياخد ملايين الجنيهات، لأ. طب تعالَ كده في قناة تانية برضه معايا القناة دي، بُص كام؟ 117,000 ساعة، ومعدّيين ال1000 مشترك بتقريبًا ب85,000 مشترك. تمام؟ طب أنا ليه باورّيك الحاجات دي؟ هل باشوف نَفْسي عليك؟ والله العظيم أبدًا، بس أنا باورّيك الحاجات دي عشان كدليل بسيط لمّا تيجي تكمّل معايا الفيديو، تبقى عارف حضرتك إن البني آدم اللي بيكلّمك دلوقتي لا هو واحد مبتدئ، ولا هو واحد مش عارف هو بيقول إيه، لأ والله، أنا طالع أدّيك نصايح بما يرضي الله عشان توصل لل1000 مشترك وال4000 ساعة. فبعد إذنك ركّز معايا، وكل معلومة أقولها ما فيش مشكلة، تعمل لك كوباية قهوة، تعمل لك كوباية شاي، بس هاختصر عليك الطريق، هاختصر عليك الطريق بطريقة مهولة. طيب، أول حاجة حُطّها حلقة في ودنك، لا ال1000 مشترك مستحيلة، ولا ال4000 ساعة مستحيلة. معلش أنا لازم في الأساس أضبّط لك العقلية، ال4000 ساعة مش مستحيلة، ولا ال1000 مشترك مستحيلة، يعني كده خلاص، إحنا كده حطينا في بالنا إن الموضوع مش مستحيل. وحُط في بالك إن الموضوع مش بياخد منّك سنين، ولا بياخد منّك حتى شهور، أنت ممكن ربنا يكرمك من أول شهر وتحقق الشروط، بس في قواعد أنت لازم تمشي عليها، شئنا أم أبينا في قواعد. إيه هي القواعد دي؟ القواعد دي حضرتك أنا شخصيًا طبّقتها في القناة دي. أول حاجة هنبعد عن تبادل الاشتراكات، هنبعد عن شراء الساعات وشراء المشتركين وشراء المشاهدات، الحاجات دي أنت تبعد عنها فورًا، ابعد عنها، الحاجات دي بتدمّر القناة وبتدمّر الرينك بتاع القناة، وبتقفل القناة، وبتقفل لك حساب الAdsense، وبتقفل لك أي حاجة، فابعد عن الحاجات دي. يبقى نبعد عن تبادل الاشتراكات، نبعد عن تبادل الكلام اللي أنا قُلته لك، يبقى إحنا كده ضبّطنا الأساس. تاني حاجة، بلاش بالله عليك تنوُّع في المحتوى، الله يرضى عنك، شغل سمير أبو النيل مش هينفع في القنوات. يعني إيه الكلام ده؟ ركّز معايا، دلوقتي أنا لو دخلت على القناة بتاعتي، حلو الكلام؟ حلو الكلام. ومع إن النصايح دي قُلتها في آلاف الفيديوهات عندي، بس ما حدش بيسمع الكلام، وما حدش بياخد في الاعتبار، سيبك مش مشكلة. هنخش في الفيديوهات، تعالَ يا باشا على أقدم فيديوهات نزلت في القناة، هات لي فيديو واحد مش في المجال التعليمي، وبالذات في تعليم منشئ المحتوى، وهتلاقيها بنسبة 90 ل95% بتتكلم على اليوتيوب، لإن إحنا عملنا كام فيديو على الفيس، وكام فيديو على التيك توك، بس أغلبهم يوتيوب. هات لي، أنا معاك أهو، هات لي، أهو، أهو. أهو بُص كلّها يوتيوب، كلّها يوتيوب، كلّها يوتيوب، كلّها يوتيوب أهو، أهو بُص، هات لي أهو، أنا معاك، كمّل ما فيش مشكلة، أهو ده الفيس اللي باقول لك عليه، كمّل. شُفت؟ هل لقيتني عامل فيديو باعرّفك فيه طريقة الفراخ المشوية، أو باقول لك تعالَ النهارده نشوف ملخص ريال وباريس، أو لقيتني عامل لك فيديو باقول لك فيه نصايح للنجاح في الحياة؟ لأ، طب ليه؟ لإن حضرتك ده مش في محتوايا، ده مش في مجالي. أنا راجل بتاع يوتيوب، أنا راجل بافيد منشئ المحتوى بتاع اليوتيوب، خلاص دي كده بقت قناتي. معلش ما جابتش مشاهدات في البداية، بس مع الوقت هتجيب، لإن أنا عارف أنت هتقول لي إيه، يا محمد أصل أنا بانزّل والله باتكلم عن المُطوشة عشان أجيب مشاهدات. ما هو أنت كده حضرتك بتعمل مصيبة وكارثة، ما هو أنت كده مش ناصح، أنت عارف لو أنت كده بتعمل زكاة، طب ما أنا أعملها عندي. هو أنت فكرك مثلًا إن مثلًا ماتش زي امبارح زي مصر والكويت،
ده تقريبا مصر كلها باللي فيها كانوا بيدوروا على حاجه زي دي. هو انا مثلا ما اقدرش اعمل فيديو عن مصر والكويت؟ ما اقدرش افتح الكاميرا واتكلم قدامها واقول لك يا باشا النهارده ان شاء الله محمد صلاح هيعمل مش عارف ايه والكويت هتكسب هو انا ما كنتش قادر اطلع اتكلم قدام الكاميرا؟ ما كنتش قادر اطلع اتكلم على السعوديه وعمان امبارح الماتش بتاعهم؟ ما كنتش قادر اطلع اتكلم على برشلونه لعبه امبارح؟ ما كنتش قادر اتكلم على ريال مدريد؟ مش قادر اتكلم على السيتي؟ طب ما انا قادر اطلع اتكلم على الحاجات دي، والحاجات دي هتجيب لي مشاهدات كتير، بس مش هتجيب لي مشترك متفاعل، لان المشترك اللي جه بيحب الكوره، وانا راجل مش بتاع كوره، انا راجل محتوى تعليمي بتاع يوتيوب. تمام؟ فالتنوع في المحتوى كارثه. تمام؟ انت النهارده قدمت طبخ، انا خلاص انا اعتمدتك، انت راجل بتاع طبخ. هتيجي بكره تقول لي نصائح للنجاح في الحياه، هقول لك مع السلامه. والله بنفس الطريقه، بنفس الطريقه. طيب فبص كده اهو، هتلاقي كلها فيديوهات يوتيوب، كلها فيديوهات يوتيوب. طيب هل ده بس؟ لا، واهتمنا بحاجه اسمها قوائم التشغيل. محمد، قوائم التشغيل بتفيد طبعا، قوائم التشغيل بتفيد. لما يكون عندك حضرتك فيديو او قائمه تشغيل واحده، مثلا انا هجيب لك قائمه تشغيل منهم فيها اكتر من 60 فيديو. بص يا باشا اهي، عندك قائمه زي دي فيها كام؟ 54 فيديو. وعندك قائمه تشغيل زي دي فيها 63 فيديو. دلوقتي لو منشئ المحتوى او المشاهد عندي دخل في قائمه تشغيل منهم وراح منقنق في 20 حلقه، هل ده مش هيزود عندي المشتركين؟ هل ده مش هيزود مشاهداتي؟ طبعا هيزود مشاهداتك ومشتركينك. ليه؟ لان قائمه التشغيل طالما فيها فيديوهات، الراجل اللي دخل كان عايز الفيديوهات دي، هيتفرج. هيتفرج، لا هيتفرج، اسمع مني. فلازم تعمل عندك قوائم تشغيل وتكون مرتبطه ببعضيها وما تنفضش للموضوع ده. لبسنا الكاب بس عشان اندفعت جامد في الفيديو، فقلت لازم البس الكاب يعني. فاعمل لايك وسبسكرايب يا صاحبي. وانت زعلان مني في حاجه؟ اعمل لايك، يعني اللايك جميل والله. هو انا قلت لك كم مره في كم فيديو عندي في القناه ركز على الصوت وجوده الفيديو؟ قلتها لك كتير على فكره وانت بتنفض على فكره. انا حاسس بكده. يبقى الصوت حاجه من الحاجات المهمه. اوعى تقول لي اصل الصوت حاجه مش هتفيد. لا، الصوت بيفيد جدا. مين قال لك ان الصوت مش مفيد؟ مين قال لك ان الصوت ان هو عامل فرعي في الفيديو؟ لا، الصوت اهم عامل في الفيديو. اغلبكم يا جماعه بيكتبوا لي تحت في الفيديوهات قيمني، انا باجي اخش في الفيديوهات انا مش سامعك، انت مش سامع صوتك، والله ما سامعك بامانه. فالصوت مهم، الصوت مهم طبعا. الصوت ده ممكن يكون اساسا العائق اللي بينك وبين ال1000 مشترك وال4000 ساعه. الناس، انت ممكن تكون بتقول معلومات قويه في الفيديو بتاعك بس الناس مش سامعينك. وطبيعي اي مشاهد، انا بقولها لك اهو، هيخش على الفيديو بتاعك هيلاقي ان الصوت بتاعك اي كلام هيطلع. ليه؟ لان هو مش حمل ان هو يسمع صوت وحش. يعني هو كفايه الراجل داخل لك عشان ياخد منك معلومه مفيده تقوم انت مسمعه صوت وحش. لا، لازم الصوت يكون كويس، لازم الصوت يكون حلو. روح اشتري مايك، هات مثلا بويا ام 1 ب 250 جنيه. تمام؟ مايك نظيف ومايك جميل، وكنت عملت عنه قائمه تشغيل كامله ظهرت لك دلوقتي. وزي ما انت ما شايف اهو، انا بوجهك لقائمه تشغيل عشان اثبت لك ان انا شخصيا بستخدم الطرق دي في قناتي. ودايما خليك في البدايه اهتم بان انت تعمل محتوى وما تركزش على الفلوس. لا، اهتم ان انت تعمل محتوى حلو، اهتم ان انت تعمل محتوى قوي، عشان الفلوس هي بتيجي تحصيل حاصل للحاجات دي. ركز في البدايه على ان انت تحب المحتوى بتاعك وان انت تنتج فيه على قد ما تقدر، والفلوس زي ما قلت لك بتبقى تحصيل حاصل. فبس يا شباب، دي كانت النصايح اللي انت لو اتبعتها يعني هتشكرني عليها. سلام عليكم، باي باي.